السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بصحة وعافية وخير. بداية كده الفيديو ده من احب الفيديوهات لقلبي، او بمعنى ادق واصح من احب الاكلات لقلبي. كشري، كشري المصري. بصوا، هو في كشري مصري اسكندراني، في كشري بس ده الكشري بتاعنا احنا بقى. شايفين الشكل، شايفين المكرونات، شايفين الصوص بتاع الكشري، الدقة، الشطة، العدس. طبعا هو ناقصه حمص الشام، بس انا يعني ايه، انتوا عارفين ان انا بشتغل بالموجود. الورد بتاع الكشري، شايفين البصل هيجي لكم دلوقتي وهنشوفه بتفاصيله وعملناه ازاي والدنيا حلوه. مبدئيا كده الرز كان بايت عندي، يعني قبلها كنت عامله فراخ ببصل بس ما صورتهاش معاكم يعني. وعملت ايه، وكان باقي رز، فقلنا ايه بكره خلاص بقى هناكل كشري النهارده. آه البصل انا بحط له دقيق ونشا وبقلبه ببعضيه زي ما انت شايفه كده. طاسه الزيت دي انتوا عارفين ان ده من التراث المصري، بس انا كنت قاليه فيها فراخ. يعني انا لما بعمل فراخ ببصل بسويها في البصل وبعد كده بحمرها في الزيت زي ما انت شايفه كده، فبتديني نكهه كده الفراخ المشويه بتاع المحلات، فبتبقى حلوه. فكنت عملت بيه مره واحده بس وصفيت الزيت وحطيته زي ما انتوا شايفين كده. بس طبعا انتوا عارفين ان الفراخ يعني بيبقى، لا كنا قبلها عاملين ستريبس عشان الاولاد، لا كنا عاملين ستريبس. الفراخ البصل كانت قبلها بيوم. المهم يعني عملت البصل. انا اول حاجه ببتديها في الكشري البصل. طب ليه؟ عشان انا بستخدم انا ما بستخدمش اي سمن في الكشري، هو زيت، والزيت اللي انا بقلي فيه البصل، اللي بحمر فيه البصل، بعمل بيه الصلصه، بعمل بيه الدقه، بحط حبه على المكرونه. لو هعمل رز برضو بعمله بالزيت بتاع البصل. صح غلط صحي مش مفيد، بصوا هو ده، وبيدي نكهة رهيبة في الكشري. احنا تقريبا يعني ما بناكلش الكشري كل فترة كده لما بيهف علينا. هو هافف علينا على طول، بس يعني بقى مش كل يوم هنعمل كشري. هنا بقى كنت خلصت البصل زي ما شفتوا، او ورد الكشري زي ما بيقولوا. وبعد كده انا الدقة بتاعه الكشري بحط لها صلصة. بحط لها صلصة ايه بقى؟ الصلصة بتاعه الكشري بحط لها توم وتوم، وبعد كده هحط حبة بصل انتوا هتشوفوهم المتحمر. هنا بقى كنت عملت التوم وحطيت الخل، وبعد كده حطيت الطماطم، حطيت سكر، حطيت ملح. طب سكر، بحط سكر. حطيت بابريكا، حطيت كمون، حطيت كزبرة وشطة مطحونة زي ما انت شايفة كده، وفلفل اسود ومكعب مرق. دي كل التوابل اللي انا بحطها للكشري. بقلب كل ده وبسيب الصلصه لما تستوي مع نفسها كده وتتسبك، وبعد كده بسيبها بقى براحتها على نار هاديه. يعني بصوا انا بدات كده بعد البصل، طبعا الرز كان موجود عندي، وبعد كده بسيبها بقى براحتها على نار هاديه لحد ما بخلص كل حاجه. يعني هنا كنت هعمل الدقه وكنت هعمل الشطه والمكرونه بتتسلق، بس على كده هو ده كان الكشري بتاعنا اللي انتوا شفتوه ده دلوقتي. طبعا انا بقول لكم انا بستخدم الزيت بتاع الكشري، فده كان حته بصله كده باقيه من البتاع. بعد ما حمرت التومه رحت ضايفه عليها معلقه شويه خل حلوين كده زي ما انت شفتي. طبعا بحمر التومه في الزيت، بعد كده بروح ضايفه عليها الخل وهعصر عليها بقى ليمونتين. بتديكي بقى طعم ونكهه كده، وتحسي الدقه ليها طعم. يعني انا ابني وجوزي من اكتر حد عندي يعني بيحب الدقه، فعشان كده طبق الدقه ده اساسي مع الكشري. هعصر الليمون بقى زي ما انت شايفه كده، وهسيبها برضو تغلي على نار هاديه. الاكل على الهادي بيديكي طعم ونكهه حلوه قوي، جربيه في كل حاجه هتلاقي اكلك ليه طعم تاني. طب انتي بتسجلي الفيديو كده؟ انا بسجلكوا الفيديو الساعه 5:10 الفجر. صليت وكنت دخلت انام، قلت لا والله لا اسجل الفيديو بقى، لان الفيديو ده كان عندي موجود على التليفون من يومين. انا عندي فيديوهين تاني لسه هينزلوا لكم، بس ده كان موجود يعني فقلت انزله. هنا بقى كانت الدقه بتاعتي غلت زي ما انت شايفه كده وشايفه لونها، ده عشان خاطر الزيت. طيب برضو جبت معلقه زيت حلوه كده، وبعد كده رحت ضايفه عليها معلقه شطه، وهسيب بقى دي دقه الشطه اللي بالزيت. في شطه بطماطم كده بتبقى سلطه، وفي شطه بالزيت. انا بحب شطه الزيت. شطه الطماطم دي انا ما بفضلهاش، بس يعني ممكن تعمليها، بتعملي نفس الدقه دي، بعد كده بتروحي مقطعه عليها دي. يعني ممكن تاخدي معلقه من دي وتقطعي عليها حبايه طماطم
هسيب دي برضو لما تغلي، وبعد كده هصبه بقى في الاطباق بتاعتي، وهتشوفوه بقى في التقديم بقى زي ما شفتوه في الاول كده. بس غير في الكشري كده بيبقى ليه بهجه، معرفش وانا مريضه نفسيا بالكشري ولا. المهم يعني انا كنت بحب الكشري او ما زلت بحبه، بس مش بنفس مقدار زمان. يعني زمان طبعا ضفت على الشطه معلقتين خل حلوين برضو بيديها نكهه حلوه. هو بصوا الخل، ريحه الخل بتديكي ريحه الكشري، خلاص انت بتشمي الخل فبتفتكري الكشري والفته والحاجات دي. هسيبها بقى لما تغلي، وبعد كده زي ما قلت لك هصبها في الاطباق. نرجع بقى لموضوع الكشري. تحبيه؟ اه بحبه جدا. انا ما كنتش بنزل، يعني احنا عندنا المركز فبننزل، كنت دايما لازم كشري. يعني ما كان حد هنا بقى. العدس شايفينه كان عامل ازاي؟ العدس سلقته بس بطلعه بقى ايه في عضه كده بسيطه. هنا بقى كانت الدقه والشطه والعدس، والمكرونه كانت اتسلقت. طبعا المكرونه مش محتاجه، بس في وانا حطيت حبه بصل اهو زي ما انتم شايفين في الصلصه. المكرونه بتاعه الكشري نزليها ما تبقاش مستويه قوي. غير كده كمان معلقه زيت بقى كده وتقلبيها، بتبقى مفرفره وجميله، وهتشوفيها وانا بغرفها تبقى حلوه قوي. وده الرز اللي انا بقولك عليه ده كان بايت من قبلها بيوم. فطبعا احنا ما بنرميش حاجه، فقلت لا والله ايه هنكمل بيه. احنا كده كده ما بنحبش الرز كتير في الكشري، بس ما شاء الله كان حلو يعني وقضى الغرض. والله العظيم الكشري كان حلو. يعني عايزه اقول لكم ان احنا اتعشينا بيه، يعتبر اتغدينا، احنا ما بنتعشاش يعني. اتغدينا وصباحنا فطرنا واتغدينا بيه برضو، يعني قعدنا يومين ناكل فيه. عايزه اقول لكم عندي طبق تاني كنت عامله كتير. هدي بقى شايفين المكرونه حلوه. عارفه لو المكرونه معجنه مكنتش تعرفيش تشيليها كده خالص. كمان حبه الزيت بتخليها تفرفر معاكي كده وتبقى مفلفله. طبعا الصينيه دي انا بحط عليها المعالق عشان البوتاجاز يعني. لو كنتي بقى وصلتي معايا لحد كده ما تنسيش اللايك والشير وتفعيل الجرس لمحبتنا في اكلتنا. وبامانه في ناس بتشاهد بس ما بتحطش لايك. ليه؟ ما تحطي لايك. ادخلي بحث من على اليوتيوب باسم القناه وهتلاقي الدنيا تمام. هنا بقى كان الكشري بتاعنا المفروض ان هو خلص، وخلاص بقى كده هنجرنش بقى. نحط بقى الصلصه ونحط البصل ونحط، انا بحب احط الصلصه في علبه كده او طبق، طاسه. لا مش اسمها، استنى يا ولاد هفتكرها، بتاعت الشوربه دي مش عارفه اسمها. المهم سلطانيه. السلطانيه الصغيره دي عشان خاطر بقى اللي يعوز صلصه يحط براحته. التجرنيشه دي بس بسيطه عشان التقديم، وحتى انا لو ما بصورش برضو بعمله كده. وبعد كده بحط بصل بزياده وبحط كمان صلصه بزياده للي عايز يضيف بقى، اللي عايز يحط بزياده بيحط. ما هو اللي انا قلته في الاول هو اللي انا بقوله في الاخر، بس هو ايه عشان بس ما اسيبش الفيديو ما فيهوش كلام. اجري بقى على طول حطي اللايك لو كنت شفتي معايا الفيديو. وامانه ما تنسيش الفيديو، بالله عليكي ما تنسيش اللايك. فيديو ايه؟ ما تنسيش اللايك وما تنسيش الفيديو برضه. يعني لما يجيلك الاشعار كده ما تطنشيش. اشوفكم بقى على خير فيديوهات تانية اجمل واحسن. نتقابل ان شاء الله في فيديو بكره، يا رب يعجبكم. اشوفكم على خير، مع السلامه.